أقوى 3 علامات تطمئنك أن الله عز وجل راض عنك. كل واحد منا يتمنى أن يكون الله راض عنه. تخيل أخي الحبيب أن يكون الله عز وجل راض عنك. تخيل أن ينادى في السماء: يا ملائكتي إني راض عن عبدي فلان. تخيل أن تكون من المقصودين بالآية الكريمة التي تقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي أكبر أمنية لكل مسلم على وجه الأرض، أن يكون الله سبحانه وتعالى راض عنه. وهناك 3 علامات تعلم بها أن الله راض عنك. وقبل أن نتعرف عليها رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، العلامة الأولى أن تكون راض عن الله. فهل أنت راض عن قدر الله فيك؟ هل أنت راض عن قضاء الله سبحانه وتعالى فيك؟ رأى الإمام الشافعي رجلا يطوف بالكعبة يقول: يا رب ارض عني. فقال له: إذا أنت رضيت هو رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعلامة الأولى أن تكون أنت راض عن الله. العلامة الثانية أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للطاعة. فعندما تجد نفسك مقبل على طاعة الله، مقبل على ذكر الله، مقبل على الصيام، مقبل على الصلاة بالليل، مقبل على الدعاء، مقبل على الصدقة، فاعلم بأن الله راض عنك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوفق لطاعته إلا من أحبه ورضي عنه. العلامة الثالثة أن يستخدمك الله سبحانه وتعالى لدينه، فيساعدك على نشر دينه وتعاليم الإسلام، يساعدك أن تحبب الناس في دين الله، يساعدك لكي تصلح بين الناس، يساعدك على نشر الخير، كأن تطعم الطعام وتسعى على الأيتام. فإذا استخدمك الله تعالى للخير فاعلم بأنه راض عنك. هذه 3 علامات، إذا وجدت فيك واحدة فاعلم بأن الله راض عنك، وإذا وجدت فيك 3 فاعلم بأنك حبيب إلى الله.